هنفترض ان انت عندك شهادة او وديعة في البنك، والشهادة دي زي ما كلنا عارفين التضخم دايما بيزيد مع الوقت، ودايما قيمة الفلوس بتقل، فانت طول ما فلوسك في البنك انت بتخسر. النهاردة بقى انا هقولك في 3 نقط ازاي تطلع كسبان من الموضوع ده، ازاي تاخد فوائد البنك. بالاضافة طبعا انا مش هتكلم في حتة حلال وحرام دلوقتي، انا بتكلم في الحالة اللي انت ممكن تكون محطوط فيها، ايا كان بقى البنك ده اسلامي او مش اسلامي. أنا مش دي قضيتي، عشان انا عارف في ناس هتدخل في الكومنتات تكلمني في الموضوع ده. مش دي قضيتي خالص. انا بتكلم فيه ان انت في عندك فلوس في البنك فقيمتها عماله تقل. النهارده بقى انا هقول لك في 3 نقط ازاي تحافظ على قيمتها وازاي كمان تكسب منها. طيب خلينا متفقين ان اي فلوس على هيئة فلوس فهي خسران، وايا كانت الدولة اللي انت عايش فيها. انا ما بتكلمش عن مصر او عن دولة معينة، انا بتكلم عن الدول عموما. دايما في تضخم، ودايما التضخم بيزيد، ده بسبب بقى قلة الموارد وزيادة السكان والكلام. مش موضوعنا النهاردة، ولكن انت دايما في تضخم ودايما قيمة الفلوس بتقل. وحتى انا مش هقول الجنيه، قيمة الفلوس عموما بتقل. طب تعمل ايه بقى؟ اول حاجة، انت عندك شهادة في البنك، عندك وديعة، عندك اي فلوس سايبها في البنك، طلع عليها كريدت. تقولي طب اعمل العملية دي ازاي بقى؟ ايه الكريدت ده اصلا؟ الكريدت ده اللي هو كارت المشتريات. طب اطلعه ازاي؟ انت بتروح البنك بتقول له انا عايز اطلع كارت مشتريات او اطلع الكريدت. فهو طبعا الموظف بيرحب بيك جدا، لان بالنسبه له دي هو بيبقى ليه تارجت في الموضوع ده. يعني بالنسبه للبنك ده بيبقى مكسب كبير قوي، بس هم ما يعرفوش ان انت تستخدمه صح. لو انت هتستخدمه غلط من دلوقتي ما تعملوش، لان في ناس بتصرف وهي مش عارفه هي بتصرف ايه. لكن لو انت فاهم انت بتعمل ايه فانت هتستخدمه صح. اغلبيه الناس بتصرف وخلاص، عشان كده البنك بيحبهم قوي، لان هو بيخليك تصرف ويحملك بفوائد كمان، فعشان كده هو بيبقى مبسوط. ولكن احنا هنستخدمه صح زي ما هتعرف في باقي الفيديو. طلعت الكريدت بيديك، او الكارت اللي البنك بيديهولك بيكون من 75 ل 90% من قيمة الشهادة. يعني ايه؟ انت لو عندك مثلا شهادة ب100 فالبنك هيديك كارت ب75، او هيديك كارت ب90، او هيديك كارت ب80، ايا كانت سياسة البنك. طب هتقولي هو ليه ما بيدينيش 100%؟ يعني ليه انا سايب لهم 100 ليه ما يدينيش الكارت ب100؟ اقول لك لان البنك بيبقى عايز يضمن حقه لو انت ما سددتش. يعني لو افترضنا ان انت سحبت ال100 دول كلهم، وخلي بالك تركية صغيرة كده، الكريدت مش معمول انك تسحب منه كاش. ما تحطش الكارت في المكنة وتسحب فلوس، اوعى تحط عليك فوائد من اول يوم، ما تعملش كده. الكريدت هو اسمه كارت مشتريات، يعني معمول انك تشتري بيه، ما تسحبش منه كاش خالص. طب البنك ليه ما بيدكش 100%؟ لان انت لو جيت سحبت ال100 دول في هيئة مشتريات وما سددتش، لا يحصل ايه؟ ان البنك هيحط عليك غرامات وفوائد، وهنقعد في الموال ده فترة. طيب الفترة دي انت دلوقتي سحبت ال100، طب ما هو الغرامات والفوائد ومش عارف ايه بقوا 120 مثلا. طب ما هو البنك كده هياخد ال100 بس، مش هيعرف ياخد منك ال20، فبيديك رقم اقل من الفلوس اللي انت سايبها له، بحيث ان هو يضمن انه ياخد فلوسه وعليها الفوائد والقصة دي. دلوقتي انت طلعت الكريدت ومبروك عليك، بقى معاك كارت المشتريات. وبالمناسبة هو بياخد حوالي 10 ايام 15 يوم، بياخد فترة يعني لحد ما يعملوا الاي سكور والحوار ده. ايه الاي سكور ده؟ قصة تانية هنبقى نتكلم عليها في فيديو منفصل، لان الموضوع كبير شوية. بس انت بقى في ايدك دلوقتي كارت المشتريات، استخدمه بقى في كل صغيرة وكبيرة. دي تاني حاجة، انك تستخدمه في كل حاجة. ما تطلعش فلوس كاش ابدا، دايما استخدم الكريدت. هتقولي طب ليه يا عم احمد؟ هقولك لان الكريدت بيبقى عليه خصومات وعليه نقط. كل مليم بتصرفه من الكريدت بتاخد عليه نقط وبتاخد عليه مكافأة. النقط دي انت بتقدر تستبدلها بعد كده سواء كان بكاش باك. يعني انت مثلا جمعت 1000 نقطة، فال1000 نقطة دول يساووا 50 جنيه. طبعا كل بنك وليه سياسة المكافآت بتاعته، بيحولوا لك الفلوس دي على حسابك. او ان انت تستخدمها كفاوتشر، وطبعا ان انت تستخدمها كقسيمه مشتريات ده بيكون قيمته اعلى شويه. يعني لو انت هتاخدهم فلوس 50، لا هم بيخلوا لك المشتريات مثلا ب80 او ب100، عشان يشجعوك ان انت تشتري ما تاخدش كاش. تمام؟ ادي ايه استفدت من النقط. ساعات بيبقى فيه خصومات، ساعات بتروح مثلا يقول لك المحل الفلاني عامل عرض لحاملين بطاقات البنك الاهلي مثلا، بيبقى ليك خصم مثلا 5%. ايا كانت الفوائد اللي هتستخدمها او المميزات اللي هتستخدمها من الكارت بتاعك، فاستخدمه في كل صغيرة وكبيرة. ده غير ان انت لما بتشتري حاجة دلوقتي انت بيبقى معاك مهلة 55 يوم، وال55 يوم بيتحسبوا من تاريخ اول الشهر مش من تاريخ الشراء. ودي قصة كده هنبقى نتكلم عليها في فيديو لوحده، يعني عشان بس ايه ما تتخدعش. طب سريعا كده، عشان انا عارف الفضول ممكن يكون شغلك دلوقتي، اللي هو طب امال بتتحسب من امتى؟
هي بتتحسب من اول الشهر. طب ازاي؟ انت مثلا جيت عملت عملية شراء بتاريخ 30 اخر يوم في الشهر، كده انت قدامك 25 يوم بس، ما قدامكش 55 يوم. ليه؟ لان هما بيعتبروا المعاملة دي تمت يوم واحد مش يوم 30. ده مش موضوعنا، هبقى اشرح الموضوع ده بتفصيل في فيديو منفصل. تالت حاجة بقى تعملها بكارت المشتريات ده، وهو انك تشتري بالتقسيط في كل حاجة حتى لو معاك الكاش. يعني لو افترضنا ان انت رايح تشتري اي جهاز موبايل مثلا، رايح تشتري كرسي، رايح تشتري اي حاجة، ولقيت ان المعرض او المحل اللي انت رايحه ده متعاقد مع البنك، ودي نقطة مهمة، دور على المحلات المتعاقدة مع البنك بتاعك. لقيت ان المعرض ده او المكان ده متعاقد مع البنك وبيقدم خدمة تقسيط بدون فوائد مع البنك اللي انت تبعه. لو معاك الكاش اوعى تدفع كاش، استخدم الميزة بتاعت التقسيط. هتقولي طب انا ليه ادين نفسي؟ يعني انا ليه اعمل كده؟ احنا عندنا دايما فكر قديم كده اللي هو انا هشتري بالتقسيط ليه؟ ما انا معايا، يعني انا معايا فلوس ليه اقسط؟ هقول لك طالما التقسيط بدون فوائد وبدون مصاريف اداريه، لان ساعات يقول لك من دون فوائد بس يقول لك مثلا في 50% مصاريف اداريه. طبعا ده مش تقسيط، ده انت كده يعني راح تلبس، فما تعملش كده. تاكد ان هو بدون مصاريف اداريه وبدون فوائد. فانت هتروح تعمل عمليه التقسيط، ولنفرض مثلا حاجه انت كنت هتشتريها ب10، بدل ما كنت هتدفع ال10 كاش دلوقتي، لا انت قمت دافع ال10 دول على سنتين. طيب دفعتهم على سنتين. احنا زي ما اتفقنا في بداية الفيديو ان كل يوم قيمة العملة نفسها بتقل. الجنيه اللي هتدفعه النهاردة مش زي الجنيه اللي هتدفعه بعد سنة، مش زي الجنيه اللي هتدفعه بعد سنتين. فهتلاقي نفسك انت اكنك خدت السلعة بتاعت النهاردة بسعر ارخص من سعرها، لان انت بتدفع تمنها على فترة اطول. فالفترة الاطول دي بتكون قيمة العملة نفسها قلت، وقيمة الحاجة اللي انت اشتريتها زادت. فطبعا انت حتى لو معاك الكاش، حتى لو معاك مليون وانت راح تشتري حاجة ب10، اشتريها قسط. ده طبعا بافتراض ان هي بدون فوائد وبدون مصاريف ادارية والكلام الجميل اللي قلنا من شوية. النقطة الأولى اللي هي قيمة الفلوس بتقل. النقطة التانية بقى وهي إنك لما يكون معاك الكاش أنت تقدر تستثمره في حاجة تانية. يعني افترضنا إن أنت رحت اشتريت أي حاجة، رحت اشتريتها ب10، بس ال10 لسه في جيبك، أنت اشتريتها على القسط، أنت اشتريتها على الكارت بتاعك. ال10 دول أنت ممكن تاخدهم وتشتري بيهم أسهم مثلا. انت ممكن لو انت فاتح محل ولا فاتح مكان ولا فاتح اي حاجة تشتري بضاعة في المكان وتدور الفلوس بتاعتك وتكسب من وراها، يبقى انت كسبت قيمة السلعة اللي انت اشتريتها دلوقتي ودفعت سعرها بعدين بعد ما الفلوس سعرها قل، وفي نفس الوقت الفلوس بتاعت السلعة دي انت خدتها دورتها. وفوق ده كله الكارت بتاعك هو معمول بضمان وديعة او معمول بضمان شهادة تاخد عليها فوائد برضو. فهتبقى يعني من الاخر انت شاري الحاجه دي، لو حسبت بقى وخصمت الليله دي من ثمن الحاجه اللي انت شاريها تلاقي نفسك جايبها ب70% من سعرها مثلا. يعني لو جهاز انت جايبه ب10 انت هتبقى فعليا دافع 7 6 كده يعني. فاعمل كده. طيب انت دلوقتي واحد خليت الكاش في جيبك واشتريت بالقسط، زي ما قلت لك الكاش ده انت ممكن تستثمره في اي حاجه، لا قدر الله ممكن تحصل اي كارثه عندك تبقى جاهز، يبقى معاك الكاش دايما وما تروحش تصرفه. يعني انت دلوقتي جبت الجهاز ما تروحش بقى، او جبت الحاجه اللي راح تشتريها في جيبك ال10 ما تروحش تصرفهم بقى في حاجات تانية، لا خليهم معاك، اعتبر نفسك دفعتهم، ولكن استثمرهم سواء بقى اسهم، سواء كان بضاعه في حاجه، في ايا كان انت عارف ازاي هتستثمرهم. مش عارف روح اشتري حتتين ذهب وشيلهم، كده كده الذهب بيحافظ على قيمته، وكده كده عمره ما يعني ما قيمته هتقل زي قيمه الفلوس. فاتمنى تكون استفدت اي حاجه من الفيديو. لو عندك اي سؤال اي تعليق اي حاجه سيبها لي في الكومنتات، واشوفكم الفيديو اللي جاي. متنساش بقى انك تشترك في القناه وتفعل زرار الجرس، والسلام.